الراجل لقى فجأة طبق ذهب في البريه، أخده وقال شكله غريب كده، ولما رجع بيه البيت اتصدم لما شاف حبيبته حضنانه راجل غني. الراجل الغني اداله قلم على وشه ووقعه على الأرض. الراجل ساعتها بدأ يكح دم والدم واقع جوه الطبق. في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة، الراجل اختفى، ولما فتح عينه لقى نفسه في عالم تاني غريب. مسك هدوم كده عشوائي ولاحظ إن ريحتها حلوة جدا، وبعدين لقى حباية وقطعة حجر كريم على شكل تميمه. أول ما رجع للعالم الحقيقي بلع الحباية اللي في إيده، وفجأة حس إن قوته زادت 100 مرة، وكمان بقى أوسم من الأول بكتير. بعدها راح بياخد التميمة دي لمحلات التحف، وصاحب المحل فضل يبص عليها بدقه لحد ما سمع صوت غريب بيطلع منها. الراجل خاف ومسكها بسرعة علشان الصوت يقف. صاحب المحل قال له عايز فيها كام؟ الراجل قال له عايز 150,000 دولار، لكن صاحب المحل قال له هاخدها ب200,000. الراجل أخد الفلوس وكان فرحان جدا. بعد كده ادى الهدوم دي لزميلته في الجامعة، ولما ساعدها تلبسها اكتشفت إن كل أمراضها اختفت. راحت على طول دفع له 200,000 دولار كمان، والراجل كده كسب 100,000 تاني. تاني يوم رجع للعالم اللي دخل فيه قبل كده، وهناك لقى عروسه ممكن تتحكم في أي شخص، جرس يخلي الناس تقول الحقيقة، علبة فيها حبوب بتعالج أي مرض. ولما رجع للعالم الحقيقي شاف خبر في التلفزيون بيقول إن في ملياردير حالته خطيرة بسبب مرض. الراجل فكر إنه لو قدر يعالجه هيبقى غني جدا ومش هيخلص من الفلوس أبدا. على طول راح لبنته وقالها إنه عنده دواء يقدر ينقذ أبوها. البنت خدته بالعربية علشان توديه البيت، وهو ماشي في الطريق شاف حبيبته القديمة. افتكر إزاي كانت قاسية معاه زمان، فمسك العروسة وحط صورتها عليها، وفجأة البنت بدأت تنبح زي الكلب. كل الناس اللي كانوا شايفين الموقف انفجروا من الضحك، والراجل ركب العربية ومشي مع البنت.